السلام عليكم بنات، لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ رمضان المبارك كريم، دخل عليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله يا ربي، وبكل ما كتمناو، ولا فاقدين ولا مفقودين. اليوم بغيت نسايب واحد الوصفه. المهم انا ديجا درت معكم وصفه ديال الحنه، ولكن دابا بغيت نضيف عليها شي حاجه. اللي ما بغاتش دير الحنه ما ديرهاش، وغدير هادشي اللي غندير اخر صافي. المهم كتاخذوا واحد اي حاجه لا تخلطوا فيها اللي كتكلفصوها بالحنه وهذه. هنا عندي السدر وعندي الحنه مع نفس اللون. عندي ندير الحنه الاولى معلق، ونشوف انا عيني ميزاني نجوم على حسب الطول ديال الشعر ديالكم صافي. نزيد واحد شويه تقريبا 2 معالق كبار ونص ديال الحنه. وغندير معاه السيدر هذا راه تاخذوه وراق وطحنوه. انا راه مشيت عند الهري وخديته وراق وطحنوه ليا تما قدامي، ما تاخذوش مطحون. ندير واحد تقريبا حتى هو 2 معالق صافي، 2 معالق كبار صافي. غنخلطوهم الا عندكم العكا الفاسي ديروه. كنت عارفوا العكا الفاسي اللي هو طبيعي، حيت كاين اللي كيكون مغشوش. انا ما عنديش، انا الصراحه ما قلبتش عليه باش نشوف منين ناخذ زعما طبيعي. صافي انا خلطتهم. دابا شنو غندير؟ اللي غادي ندير الكاسرونه اللي دايره غير تكرفس على اي حاجه كتطبخ ديال الراس ولا. غادي ندير كركدي، كركدي نديرو كركدي وندير معاه اتاي. نسيت انا ما جبتش الباربه، عندكم الباربه تيديروها صافي. هو كركدي واتاي والباربه الا عندكم ديروها حتى هي راه كتطلق اللون. اللي ما بغاتش دير الحنه ما ديرش هاد التخليطه هادي، ما ديرش الكركدي واتاي. بغيتو باش تخلطوا ديروا الزعتر، ديروا الخزامه وشنو اخر وازير مزيان للتساقط ديال الشعر. هاد الوصفه اللي غندير لكم راه اللون ديال الشعر اللي بغات اللون والتساقط ديال الشعر، التغذيه ديال الشعر اللي كيكون مشنتف، ديك الزغيبات اللي كيبقاو منشوفين ما تشوفوا لكم. راه تخلي الريحه زوينه وفي نفس الوقت راه مزيانه للشعر صافي. هاي انا كاع ما نقيتها الصراحه فيها العود، ولكن دابا اصلا انا غادي نصفيها. ديما فيما كندير شي حاجه شعري كندير الخزامه، خليتها الريحه زوينه في الشعر. ما تعكزوش واخا رمضان غنديرو الماكله ونديرو ونتهلاو في الشعير وفي وجهنا وفي الجسم، في كلشي، الرجيلات الجيبات. ماشي نبقاو عطينا الماكله ونهملو راسنا، نديرو في راسنا واحد شويه صافي. انا هادو غندير فيهم الماء، درت الماء وغادي نديرهم يطبخوا ونرجع. انا درت الكركدي واتاي والخزامه يطبخوا، واللي غندير معاهم عاوتاني اللي غادي يرطب لكم الشعر وغيغديه وما يخليش مشنتف، لان عارفين الحنه والسيدر راهم كينشفوا الشعر. انا هاد اللي غندير دابا هو الروز وزلات الكتان. هادو كنت درتهم داك المره غير بوحديتهم طبختهم، وكنت غسلت شعري هو الاول بشامبون ودرتهم بحال ماسك فاش كديريه في الاخر. درتهم خليتهم تقريبا واحد نص ساعه هكاك وشللت شعري غير بالماء. عرفتي راه كيرطب عرفتي خصي مع شعرها رطب. ودرتو قالت لي بحال دهنت شعري، قلت لي شعري ولا مزيت.
زوين بزاف ولا زعما تبعتو هادشي راه زوين. المهم انا هادي غنديرها باش نخلطها مع ديك الحنه صافي. ها انا درت دابا 5 ديال المعالق. هادي فيها شنو هادشي فيها هناك. انا زرعت الكتان هادي زرعت الكتان صافي. درت 5 ديال المعالق صغار ديال الروز. هو ديروا عينكم ميزانكم وصافي. وزرعت الكتان بلاص ما ديروا كل حاجه بوحديتها، الروز بوحدو زرعت الكتان بوحدها، غير خلطوهم ماشي مشكل صافي. هما تقريبا 3 المعالق صغار ديال زرعت الكتان. وندير معاهم كاس غادي نديرو كامل. نشوف واش نزيد تقريبا كاس هكا وربع ديالو. وديك ثاني يبداو يطبخوا رانا غنرجع معكم باش تشوف. ها هو كيطبخ، غنخليه مازال يطبخ مزيان باش يطلقوه مزيان عاد باش نطفي عليها. بدا كيطلق داك الحموره ديالو كركادي واتاي والخزامه. صافي ها هو وجد وغادي نصفيه. ندير القياس اللي خاصني شويه بشويه وانا كنحرك. ديك اللي كنت دارت داك المره مابقاش هاد المره درتها وخا جوج مرات عطاتني اللون، ولكن خاص كيبداو باش الا بغيتي شي لون زوين. انا ما كنديرهاش تقريبا كنديرها مره 15 يوم ولا حساب. كنديرها زعما متابعه اللي خاصك تداومي عليها باش تعطيك مفعول. وفي نفس الوقت كديري حاجه اخرى باش انتي كتصبغي الشعر وكديري حتى كتعالجيه في نفس الوقت. بانت لي زين شويه نحيدها حتى هي. عرفتو انا كنديرها غير في الحمام. والله الا كتعطيني اللون هادشي غير في الحمام. قالت لي اختي والله الا عطاتك اللون. اما كون نديرها زعما في الدار ونخليها. ومازال انا شعري شحال هادي كنت كندير الحنه راه ما كتبغيش تخرج ليا دغيا في شعري، كنبقى نديرها ونعاود باش يلاه كتخرج ليا. ودابا كندير غير في الحمام، ولكن عاوتاني شحال هادي ما كنتش كندير هادشي اللي كندير معاها دابا. فهمتوا يعني ملي كديروا معاها شي تخليطات هكا اللي كيعاونوا على اللون كتخرج اللون دغيا. كنديرها في الحمام كنغسل شعري هو الاول بالشامبوان. كنغسلها غير مره واحده باش يكون الشعر نقي، حيت من الاحسن ما ديريش اي وصفه سواء الحنه سواء وصفه ديال الشعر اللي كيطيح. اي وصفه ديريها لشعرك راه كي الشعر كيوجه، خاص الشعر يكون نقي وخاص الوجه يكون نقي. الا بغيتي ديري اي وصفه فهمتوني. دابا غادي نشوف زرعت الكتان حتى هي. فهمتوني مازال خصني نزيد. كتشرب هاد الحنه هذه هي والسدر كيشربوا الجو حتى كاع الدنيا بالحموره. كي قلت لكم خص الشعر يكون نقي. الا بغيتي ديري شي وصفه باش تعطيكم مفعول، باش يكون الشعر موسخ وتجي ديري شي وصفه
وفي الاخر ما تعطيك حتى شي مفعول وتقولي الوصفه ما دارت لياش ولا خص الشعر. يكون نقي عاد ديري وصفه، يقولوا جاك نقي عاد ديري شي ماسك. فهمتوا؟ دابا انا شنو كندير؟ كنغسل شعري بعدا وكندير واحد كوش ديال شامبوان، كندير واحد كوش ديال شامبوان عاد باش كندير هادي وكنخليها هذيك الساعه صافي كنغسلها، نغسل بالشامبوان. شويه صافي داك زرعت الكتان الروزاني طفيت عليهم. خصنا نديرو خل التفاح، ديما كنقولها لكم باش كيثبت اللون. شي معلقه هكا كبيره ديال خل التفاح، هو راه ماشي غير كيثبت اللون، في نفس الوقت مزيان القشره اللي عندها القشره. الا عندك القشره بقيت ديري اخر حاجه اخر تشليله خلطيه مع الماء وشيلي ديال شعرك. هاد بالنسبه للحنه ديروها بليله قبل، مثلا غديروها اليوم وخليوها بيتوها حتى الغدا عاد ديروها في شعركم صافي. صافي ها هي كيبان ليا بركه. دابا غادي ندير زرعت الكتان والروز، يبان لي واقيلا نزيد لهم قرعه شويه الماء. شوف ولكن طبخ ليا بزاف. هانتوما دابا كنصفي زرعت الكتان والروز. الا عندكم شي فاصمه هكا نقيه ديروا بها زكايو كيزكا هادي هذا باسل القطيط ويسلم على صوت وشويه خلينا نديروا الوصفه وياكي. راه عطيت وكله انا راه خليته نشف، ما خليته كيطبخ وبقيت مقابله هذيك الحرك ممكن واخا هكاك وراه كيخرج ليا. عرفتوا البنات الا بغيتو ديروا كان شعركم ناشف شعركم مشنتف ملي كتخرجوا الحمام ولا هكا في الايام عاديه ديما شعرك مشنتف وهادي ديري هاد زرعه الكتان والروز وتفكريني تكوني غسلتي بالحق شعرك هو الاول شامبوان صافي ما تعاوديش ديري شامبوان وديري هاد زرعه الكتان غير هاد الجيل ديالها اللي كيخرج زرعه الكتان والروز تبخيهم ومن بعد خدي غير هاد الجيل ديالهم ودهني ديري لشعرك وخليه واخا غير نص ساعه شي غير نص ساعه كافيه وخلاص. الا خليتيه كثر غادي يعطيك مفعول كثر. انا درت غير نص ساعه عطاني مفعول هنا كيرطب الشعر والله الا زوين. جربوها البنات وغادي تشوف. كنقول لكم حاجه يعني اللي مجربه ماشي كنقول لكم اي حاجه. ايوا صافي انا غادي نبقى هكا غنكمل هكا ومنين نكمل نرجع معكم. صافي هانتوما البنات غادي نخلط. المهم انا راه ما كثرتش بزاف هاد الجان ديال زرعه الكتان وديال الروز كثرتش بزاف. بغيتو نتوما كثروا ديروا الماء مزيان وخليوه يطبخ واحد شويه ديروا ليه هكا زيت وصفوا
تصفيه، وانا درت غير الصفايه ما كتصفيش مزيان بحال درتي شي فاصمه ولا شي زيت هكا اللي كيخرج صافي. هانتو صافي انا واجده. تقدروا تزيدوا شي معلقه ديال زيت الزيتون ولا زيت شو سميتو زيت الكوك، تقدروا تزيدوا واحد المعلقه. هذا اليوم انا نزيد شي معلقه ديال زيت الكوك، نمشي نجيبو. ها هو زيت الكوك، غندير واحد المعلقه غير صغيره زيت الكوك كيداير جامد. هاي صبرك غير هذا زيت الكوك. ديما انا كنقول لكم حاجه تعرفوا منين تاخذوها. زيت الكوك عرفوا منين تاخذوه. شنو هي كي ايوا صافي كي قلت لكم اللي ما بغاتش الحنه غدير السيدر ودير تخلط السيدر مع باش تخلط ديري الماء، ديري معاه الزيت والزعتر والخزامه، تقدري ديري حتى القرنفل تا هو زوين تساقط ديال الشعر. تقدري تزيدي صفر ديال البيضه، انا كيسه درت لكم صفر البيضه مع الحنه، دابا ما درتهاش تبارك غير هادشي بلا ما نكثر عليه. صافي البنات هادي غتخليوها ساعتين حتى 3 ديال السوايع في شعركم. ما قديتوش ما كتستحملوش انكم تخليو داك الوقت كامل، خليوها ساعه. انا بحال دابا انايا عاود غيتبرد لي على راسي غنديرها انا حتى الحمام، غندير نفس الشيء، غندير واحد كوش ديال الشامبوان وغنديرها في شعري ونخليها لوقيته اللي تا نص ساعه حتى المهم نشوف على حساب. صافي نوصلها انا قلت لكم هذيك الوقيته اللي كنديرها وكتخرج ليا. ايوا صافي ها هي الوصفه ديالنا واجده سهله مهله، خصنا غير ما نعجزوش. صافي دابا غنديرها في القريعه ونديرها معايا الحمام. انا راه ديما كندير واحد ماشي غلط وانما كنسى، كي قلت لكم خصها تبات لا ما كنبيتهاش كنسى، اما هي من الاحسن الحنه تبات. هادشي غير يتكفح ليا. وراه الحنه حتى هي كتعالج الشعر البنات، ماشي غير لون وصافي، حتى هي كتعالج الشعر وتعرفوا منين تاخذوها. حيت انا شحال مره كنتقول في الحنه كناخذها وما كتخرج ليا حتى شي حاجه، لا لون لا والو، بحال ما عرفتش. ولكن هذه عرفتي ريحتها عاطيه، قلبتها مزيان ريحتها عاطيه وباينه زوينه. تبارك الله هادشي هذا غيقد ويشاد. انا بان لي في الاول قليل صافي تبارك الله قد ويشاد ليه. المهم البنات نتمنى هاد الوصفه تعجبكم، ونتمنى ان شاء الله هاد رمضان يدخل عليكم بالصحيحه ورزاق وكل ما كتمناو وبتيسير الامور ان شاء الله يا ربي. واللي مريض الله يشافيه يا ربي، كاع اللي مريض الله يشافيه، واللي فيه شي حريق مريض الله يخفف عليه يا ربي في هاد العواشر هادي. ونشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي مع وصفه اخرى ان شاء الله اللي غتفيدكم، ودائما من وصفاتي ان شاء الله يفيدكم. نشوفكم على خير وبسلام عليكم.